شمعون للحلقة 26 من دراسة القواعد الأشورية المعاصرة. أبونا فرجينا شوف في خرجك. أيوة خلي أشارك النص. تكلتنا نشوفه يكون أسهل إلنا. هلا خلي شوف شلون أرتبه. ليش هيك؟ يمكن هيك حتى لا يطلع هذا. أوكي. وسعوا أكبروا. خلاص هيك. هلا تمام. هلا تمام. نحن طبعا في الحلقة السابقة اللي كانت 25 حكينا انتهينا من انت ما تعملوا ابونا برويو مثل هذيك اللي فاتت. صح. نرجع هو نشوف تقاطع الهدول. تمام بيسا. ايوه لا مش هاي، مش اي هو هذا خلي اشيل هذه. ايوه اشيل هذا، اشيله اعمله هيك. نظبط كله تمام. روعه. يا سلام. تفضل. هذا هو هذا. اوكي. فحكينا كان انتهينا من اسم الفعل. تمام. اللي هو الجزء الثاني من اقسام الفعل. ايوه. هسه نجي الجزء الثالث الذي هو اسم الفعل. اسم الفاعل، مو اسم الفعل انما اسم الفاعل. شما عوده present participle بالانجليزي or agent، يسموه ايضا agent. ايوه. فاسم الفاعل بالعربي مو الفاعل وإنما اسم الفاعل. أوكي. وهو ذلك الفرع من الفعل، يعني فروع الفعل الذي يرمز إلى القائم بالفعل الذي يقوم بالفعل، ويعامل معاملة الصفة في الإفراد والجمع وفي التذكير والتأنيث، ويتم اشتقاقه من جذر الفعل بالطرق الآتية. أولا من الجذر الثلاثي. طبعا احنا قلنا عندنا جذر ثلاثي وجذر رباعي وأيضا جذر آخر مصنوع الميمي. فنبدأ بكل جذر بأنواعه حتى نشوف كيف نحن نشتق هذا اسم الفاعل منه. فمن الجذر الثلاثي هناك 3 أشكال من اسم الفاعل بالجذر الثلاثي. وكل بقية الفروع عندها شكل واحد، بس اسم الفاعل عنده 3 أشكال حتى بالعربي. مثلا ضرب ضارب، ضراب ضروب، تمام، مضراب. ايوه كثيرة اسم الفاعل. أشكال كثيرة. أيوة. وكذا عندنا نحن 3 أشكال. الشكل الأول نجي نشوف، ويصنع بتغيير حركة الحرف الثاني. طبعا من الجذر دائما نحن نتكلم عن الجذر، منه نشتق. تمام، حتى بس للتذكير. ويصنع بتغيير حركة الحرف الثاني من الجذر إلى فتحة طويلة، إسقاطة يعني، وإعطاء حركة إسقاطة أو فتحة طويلة للحرف الثالث الذي يكون دائما ساكن في الجذر الثلاثي، وإدخال ألف الختام في نهايته. أوكي. فيشوف فيما يلي أمثلة عليه في مختلف الأفعال. أيوه. أوكي. أفعال مختلفة نشوف أمثلة. نجي على الجذر السالم. تمام، السالم. أيوه. هذا الشكل الأول. إذا كان الفعل سالم. الفعل السالم تجدون عنه في اللوح رقم 1 من فصل 12 اللي شرح بها، مهم ممكن تروحون تشوفوها. عملت كجدول من الآن وصاعدا حتى تكون أسهل. حلو جدا، هذا ممتاز. تشكر. جذر اسم الفاعل، جذر اسم فاعل، جذر اسم فاعل. اوكي. جذر بارش اخذته هذه كمثال. بارش ومعناه يفرز. شوف استاذ سامي، انا قلت في وقتها بانه جذر الفعل بلغتنا الاشوريه هو صيغه الشخص الغائب المفرد في الحاضر. تمام. أما في العربي هو صيغة الماضي. تمام. يعني احنا نقول يكتب هو هذا الجذر، أما بالعربي هو كتب هو الجذر. أيوة. صيغة الماضي.
فلذلك أنا حرته، كنت أحتار يعني هي كم وقت يعني أحتار عجب أكتبه بالعربي أترجمه على الطريقة العربية، أكتبه بالماضي، ذاك الوقت ما راح يعطي معنى اللي فوقه، يعني ما أعطى معنى الآشوري. فقلت أخيرا أنا قررت أنه أكتب في الحاضر، يعني حتى أعطي معنى الجذر في الآشوري، تمام، مو بالعربي. يعني الفارش أنا يفرز مو فرز. أيوة يعني بالحاضر، هاي فقط للمعلوم للعلم. البارش إذا يفرز أو يفصل. فاسم فعل يكون باراشا. ايش عملنا؟ تغيير حركة الحرف الثاني، الأول يبقى بارش، وفي الأول بارش هو سقابة يبقى سقابة، يعني فتحة طويلة فتحة طويلة. الثاني الذي هو كسرة طويلة يتحول إلى إيش؟ إلى فتحة طويلة فيصير بارا. بعدين الثالث، الحرف الثالث اللي هو ساكن دائما في الجذر الثلاثي، نعطيه أيضا فتحة طويلة، يعني هنا الشيء يصير شاء فيصير باراشا. والالف طبعا الف البركه هذه بما انه صار في اسم، اما بالفعل ما في الف البركه، هي الف حقيقيه، اما بالاسم والصفه لا. فندخل هذه الالف البركه هذه نسميها. فاذا بارش جذر في اسم فاعله يكون باراشا، الشكل الاول منه باراشا، يعني فارس. يفرز فرز فهو فارز، يفرز فهو فارز، فما أسرع. أيضا جذر الثاني، الفعل الثاني هو داوق. داوق ومعناه يمسك، يمسك داوق يمسك. اسم الفعل من عنده يصير داواقة على نفس القاعدة، لأنه هذا الشكل داواقة. مثلا باراشا داواقة، ماسك يعني يمسك وهو ماسك. من الفعل الآخر أخذت كاتو يكتب، كاتو. اسم الفعل يكون كاتاوة، شوف نفس الطريقة، كاتاوة كاتب. حلو. الجذر الآخر هو شاوق. شاوق يترك، فاسم الفعل عنده يكون شاواقة. هاي هي كلمة المسيح، ربي لما شبكتني. أيوة شوفت مكتوبة بالباء، بس نحن نلفظها واو في هالحالة. أيوة شبقتني شبق شابق. وبالسرياني هو شوق الشرقي، شابق بالغربي. أيوة. أبونا عندي سؤال، هل إلى علاقة مع الشبكة؟ لا، شبكة لها غير معنى، يعني غير شبكة لصيد السمك مثل هيك؟ لا كليا هي مختلفة عنها. طيب منيح. اوكي، فنجي هسه هذا كان لأنه هو بالقاف على كل حال عندكم. بالقاف هي. نعم بالقاف، شاوق مش بالكاف. شابك. أيوة. شبكة هي بالكاف مش كاف بالقاف. هي، ايوه بالكاف. أيوة بالقاف. أنت بالقاف عندكم. نعم بالقاف، قاف هي قاف. أيوة شبكة. شاوق دمركات. شبكة. شابق شوق. أيوة. بعدين عندنا إذا كان الفعل المعتل الأول، لأنه المعتل عندنا ست أنواع من المعتل. المعتل الأول وتجدوه في اللوحة هذا وفي اللوحة رقم 2 من فصل 12. آمر، الفعل الأول عندي آمر، وهو معناه يقول. آمر يقول. أيوة. آمارة نفس الطريقة، آمارة. شفت الأليف تبقى حركة والثانية ما تصير ما، والثالثة بدون حركة نعطيها حركة فتحة طويلة أيضا فتصير آمارة، يعني قائل. أيوة. آسق يصعد، آسق يصعد. آساق صاعد. ياتو يجلس، ياتو. أيوة. سير ياتاوى جالس. أيوة. وآسر يربط، آسر يربط. آسارة. من هنا كلمة الأسر والأسير. أيوة مربوط هو. نعم. شفت صح، حق بيدك. نعم حقك.
حقق بالضبط من هون جاية. وبالفعل بالسرياني السيرة شو اسمه للأسير، السيرة مضمون من آسر لأنه مأسور، يعني بالعربي كان لازم يقول مأسور. أيوه السيرة مأسور يعني. أيوه يعني مربوط. أيوه هذا معتل معتل الأول كان. أما المعتل الوسط إذا كان مثلا قائم، هذا وسطه هو الحرف علة في الوسط هون في البداية. قائم يقوم، قيامة قائم، يقوم قائم، قائم قيامة. فائش يبقى. هل هيك في القرآن قيامون بالحق؟ أيوة قيامون بالحق من هنا. أيوة. يعني هو اسم الفاعل سرياني. أيوة صح. قيامة. وبالفعل بالقديم يعني بالسريان القديم يقول قيامة مو قيامة، قيامة. قيامة. يعني هاي بدل الفتحة الطويلة الأولى تصير فتحة قصيرة، قيامة. أيوه قيامة بالعربي. أوكي. بايش يبقى، يصير باياشة. شو تصير؟ طبعا تتغير الأليف، هاي قلناها مرات عديدة أنه هاي الأليف تتغير تتحول إلى يوت، إلى ياء. قيامة. بايش باياشة باقي. نائم شو بالعربي نائم؟ يعني ينام نامة. نائم معناه ناعس ينعس. أما ينام فهو دامخ غير فعل. فنائم يعني ينعس. نايام ناعس ينعس مو ينام بس ينعس. أيوه. ولذلك بالمزمور عندنا آلاها لا نائم ولا دامخ، يعني لا ينعس ولا ينام. ما هي النص القرآني لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة. ولا نوم ولا نعاس. أيوه. سنة. طور روحك. أيوه السنة. أيوه أعطيني المزمور. هي شنتا يعني نومة شنتا. طيب فلا تأخذه لا نومة ولا نعاس. ايوه اعطيني النص المزبور لانه هذا لازم اكتبه اكيد عندي بس وين هو بعدين ابعث لك. لا اعطيني الكلمه منه انا ببحث عنه اجده. لا ينام لا ينعس ولا ينام. لا ينام ولا ينعس هيك شيء يعني. فلا نائم ولا دامخ. ايوه هذه نائم قصدي نائم ينعس نايامة يصير. ايوه عندنا المثل الأخير هو زائم. فعل زائم معناه يدفع. زائم يدفع. زايام دافع يدفع. هل له علاقة مع الميزان؟ مع الميزان؟ أيوة لأنه زان يزين. ما لي خبر. هذا زائن تعرف شنو معنى زائن؟ يعني يسلح بالسرياني. زائن شيء آخر بالنون. فما أعرف ميزان إذا جاي عنده علاقة بهذه، ما أعرف الحقيقة، ما أعرف هذه. أيوة. المهم هذا هو المعتل الوسط. هيك نشتق. شوف لي في القاموس من هذا الفعل إذا اشتقوا كلمة ميزان ولا لا. زائم خلي أشوف لك هو. نعم. هي بالميم مو بالنون. بالنون. زائم. أيوة المعذرة. أيوة لا صحيح ما تبحثش. هلا وضحت لأن أنا فهمت النون. أنا ما سمعت كويس. العفو. أنا طرش. يلا تفضل. أوكي. والفعل والنوع الثالث المعتل هو معتل الأخير، يعني عندما تكون حرف الأخير هو من الحروف المعتلة، مثل قارئ يقرأ. أيوة. قرايا يصير قرايا قارئ. أيوة. والثاني شاتي والأخير يشرب. شاتي يصير شاتايا. شوف كلها على نفس الوزن وعلى نفس الشكل هي.
شاتايا شارب. كالي كالي يقف، كالايا واقف. ايوه ايوه. داري داري يصب او يذري ايضا، يصب. فدارايا صائب او صابون. ايوه صح. هذه كنت اشك بها، صابون. ايوه صب فهو صابون، يعني يصب صابون. اوكي. هاي ومن المعتل او صابون صح. صابون ايوه. ايوه صابون. وهذا طبعا الشكل الاول من الاسم الفعل. راح يجي الشكل الثاني والثالث ايضا يشبه قسم منه العربي. ايوه. فمعتل الاول والوسط نجي، وعندنا قلنا دائما فعل واحد يتيم غريب مسكين، هو هذا يائر، اللي اوله ووسطه من الافعال من حروف العله. يائر يجرؤ، اظن يكتبوها هيك عربي، يجرؤ. ايوه يا آرة جريء او جاري، او ما اعرف شو يسموها. يا آرة اسم الفاعل من يجرؤ. جريء او جارئ. جريء ايوه جريء. ايوه. شوف، نبقي على الف الوسط. هنا كان الالف تروح تصير يود، هنا لا، نبقي عليها، ما نشيلها، ما نحولها الى يود، فنبقي على الف الوسط كما هي. هذا الفعل هو الوحيد من هذا النوع. اوكي. معتل الاول والاخير لما تكون اوله حرف عله واخره الف عله. ايوه اوله تين واخره تين. هو اوله اخره حرف عله. آتي ومعناه يأتي، آتي يأتي. آتايا آتي. حلو. أيوة. آتايا. يامي يحلف. يا مايا حالف. ويابي يغبز. يابي. يا بايا خابز أو خباز، بعدين تجي الشكل الثاني خابز خباز خبوز. أيوة يا بايا. يا عي هذه عي. فكثير من عندنا نحن ما نقول عي يعمل عي، ولكن الفضل يا بس المهم يا عي هي عين. يا عي يعني ينبت. يا عي. يا عايا نابت، ينبت نبات. ويعيا هو نبات. حلو. هذا معتل الأخير. أما المعتل الوسط والأخير، وهو النوع الأخير من المعتل، هو خاية يعيش. خاية هي حياة، حياة. بس أنا قلت لك بوقتها بالأسماء، قلت لك خي دائما جمع عندنا. الحياة ما في حياة واحدة، هي حياة يعني عيشها هي كثير، يعني حياة. حتى الماء هو عندنا جمع، هو مية، ما فينا عنده مفرد. فخاية، لذلك أكثر بالعربي ممكن أن نعبر عنه حقيقة عن مفهومه بيعيش، عاش يعيش. لذلك خاية يعني يعيش، يحيا، هو أيضا يحيا ولكن يعيش، لأنه يحيا شيء. كيف نعمل الاسم الفاعل منه؟ حي. محيي. لا، محيي هو اسم من أحيا. أحيا يحيي، ولكن عايش. معيش. أيوة. لا، عايش هو نفسه عايش. خاية يعيش فهو عايش. خايايا عايش. نعم عايش. كويس. عايش. خاية يعيش، خايايا عايش. وعندنا أيوة. لا شوف حرفين أليف، اثنيناتهم طبعا حرف علة. أما لا يعني يرثي. خلي نشيل هذه لأن كان غير يرثي. لا يا راثي. يرثي. سؤال واحد. نعم. أبونا، يرثي يعني يرثي حاله أم يرثي الميت؟ يرثي هو يرثي الميت، يرثي حاله، يرثي كل ما يرثي للجميع، يرثي سواء نفسه أو الآخرين.
الفض لي اياها بالسرياني لا ليايا لا يايا يصير لا. تعرف ليش انا بقول لك الفض لي اياها؟ لانه في القران جت يلوون ألسنهم أو يلوون ركابهم، يعني ربما جت من هنا إنه يعني يرثون أو يلومون. جائز على كل جائز. ويرث كمان يعني يلوموا. لا مو يلوموا، إنما يرثي فقط، يرثي الميت يعني. يرث الميت. يرثي الميت يعني. أيوه. لا يايا. أيوه. وأنا قلت لك مرة أولياثا مراثي رميا، أولياثا دي رميا. أولياثا اسمه أولياثا. لا يايا. أيوه. وعندنا جائي يبتهجوا، جايايا مبتهج. جائي، فهاي شوف هذا الجيس قسم قالوا يمكن مأخوذ من هون. جايايا مبتهج. كيف شو الجيس هذا؟ جاي شوف يقول لكم شباخ المريا جيا، يعني شو؟ يعني سبحوا الرب ببهجة جاية. ايوه جاية. فما اعرف يعني اجتهادات طبعا مو كلها صح. ما تدري. ايوه جايا مبتهج. عندنا هاي الافعال من هذه. هذا كان الشكل الاول لاسم الفاعل. مثل العربي وضارب، عايش، راثي، خارج، داخل، جالس، واقف، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني هو يتم كيف نشتقه؟ يتم عن طريق تغيير حركة الحرف الثاني للجذر دائما طبعا، من زلامة أي كسرة طويلة أي الكسرة يعني، إلى رواخة أي الضمة المفتوحة أو. وإعطاء حركة سقافة الفتحة الطويلة أي فتحة طويلة للحرف الثالث مع إضافة ألف الختام. واضح؟ شوف أنا قلت عندي أكتب العربي والحركة اسم حركة بالعربي حلو. أيوة. أمثلة عليه من مختلف الأفعال، من أفعال مختلفة راح نعطي أمثلة مثل ما عملنا سابقا. فمن السالم إذا كان يعني من الجذر السالم يكون عندنا المثال الأول بارش، نفسه اللي أخذناه، نفس الفعل اللي أخذناه في المرة السابقة. بارش يعني يفرز، فيصير باروشة. باروشة من بدل باراشة هناك صار باراشة الشكل الأول، هنا باروشة. هل في فرق بين الاثنين؟ نعم في فرق بين الاثنين؟ ما في فرق أبدا بالمعنى، فقط بالشكل. إيه. هل هذا يفيد الشعر ويفيد الوزن يفيد أيوه. يعني هاي مش لهجة بالنسبة لهذاك؟ لا هي ثلاثة مثل العربي. ضارب، ضروب، ضراب. لا بس ضروب لها معنى غير ضارب. بس هو اسم فاعل هو. ايه بس لها في يعني على كل يلا هي مرادفة له شوية، يمكن لها نيانس مختلف ما أعرف. بارش، باروشة. أيوة. باروشة. طبعا عادة لما مثلا نحن نكتب نخلي بالكتاب هو الفارس اللي بالكتاب يحطوه، هذا نسميه باروشة، ما نسميه باراشة، ما يصير نستعمل. طبعا كل واحدة من عند هذه الأشكال لها استعمالاتها الخاصة يعني. هذا ما تعني به أيضا بالعربي نفس الشيء. أيوة هذا اللي أعني به. أيوة. استعمالاتها مختلفة، ما ممكن نستعمل واحدة مكان الأخرى بصورة مطلقة، لا. أيوة. باروشة ما نقول باراشة إنما باروشة. أيوة. وأيضا لما نقول مخلص ما نقول باراقة، نقول باروقة. أيوة. كلاهما يعطوا نفس المعنى بالنهاية، ولكن أوكي. بارش، باروشة. شو عملنا؟ غيرنا الثاني من الكسرة إلى الضمة المفتوحة أو رو، بعدين الأخير اللي كان ساكن أعطيناه فتحة طويلة صا شا باروشة. فارس أيضا فروز بالعربي.
ايوه ممكن خليه فارس. خليه فارس. هو نفس المعنى. انا ما دا اعلم العربي، دا اعلم لا وبعدين صعب العربي، اعلم السرياني، خليها علم ما ندخل بالماش، بعدين ندخل بالماش. ايوه ندخل بالمتاهات. ايوه لا فارم. فاذا الفعل الثاني داوق يمسك، نفس الامثله السابقه، لانه اسم فاعل هو داوق يمسك. هناك كان داواقه، هون يكون داووقه. باراشا باروشا، الاول باراشا، الثاني الشكل الثاني باروشا. الشكل الاول داواقه، الشكل الثاني داووقه ماسك. ايوه الثالث كاتو. ايوه كاتو يس. كاتو يصير كاتاو. غلطت هوني. ليش؟ لأنه نقلتهم من هناك، فهذه ما رتبتها. أوكي، يصير كاتو. خلي دقيقة بس. أيوة يا سيدي، خلينا نعملها هيك. أوكي. نروح نعمل كاتو. كيف عبرت علي هذه؟ مش عارف أنا كيف عبرت علي. المهم خليها هسه، بعدين راح أنا أعملها. المهم هي كاتو. ايوه السابقة اللي عاد شفناه، فتصير كاتوا بدل كاتاوا. كاتوا. ايوه داووقة. الشكل الثاني بقى هذا على الشكل الأول، لأن من هناك أنا كان جبتها حتى ورتبتها، بس هذا ظهر قفزت عليه. كاتوا. وأيضا شاوق. حطها بالأحمر مشان يسهل عليك أبونا. ما أقدر أحط حتى الأحمر. شوف، يمكن أحمر أقدر أعمل إنه لازم أروح على شيء آخر. لا، لازم خليها أنا أعملها، مو مشكلة. بعدين شاوق عندنا الفعل الآخر، نفس الشيء شفناه بالماضي. شاوق يعني يتركه. هنا يصير شاووقة. هناك كانت شاواقة، هون يصير شاووقة الشكل الثاني. تارك. أوكي، هذا من المعتل الأول. عندنا نفس الأفعال طبعا. الفعل الأول هو آمر، معتل الأول، فحرف الأول هو من العلة. آمر يقول، يصير آمورة. الأول كان آمارة، هون يصير آمورة. أيوة فآسق أيضا يصعد، يصير آسوقة بدل آساق. آسوق. أيوة. ياتو يصير ياتوة. ياتو أيضا، هذه شوف نسيت أعملها. ياتو يجلس. ياتوة مو ياتاوة. ياتاوة كان الأول. ياتوة. كذلك آسر يربط. آسورة. أو بالشكل الأول آسارة، هوني آسورة. أسير. من معتل الوسط، اللي وسطه حرف علة، قائم. نفس الفعل قائم يقوم. قايومة. هناك كان قايامة، صار قايومة. قوام ممكن نقول. أيوة بايش يبقى، يصير بايوشة بدل باياشة. بايوشة. نائم قلنا ينعس. نايومة. هناك كان نايامة بالشكل الأول، الشكل الثاني نايومة. زائم يدفع، يصير زايومة بدل زايامة. زايومة. من معتل الأخير قارئ. فعل قارئ أخيره معتل يقرأ، يصير قارويا بدل قرايا. قارويا. ذاتهم نفس المعنى، بس قلت لك استعمالاته مختلفة. شاتي يشرب. شاتويا بدل شاتايا. كالي يقف. كالويا واقف. داري يصب. دارويا صاب. أيضا هذه خلينا نشيلها. صاب. أيوة. من معتل الأول والوسط عندنا الفعل الوحيد الفريد هو يائر. ياورا. هناك كان ياارا، هنا ياورا. يجرأ فهو جريء. ألف الوسط تبقى على حالها. هذا الفعل هو الوحيد من هذا النوع، نفس الشكل تكتبه.
من المعتل الأول والأخير عندنا آتي، أوله وآخره معتلان، يأتي يصير آتويا، آتايا الأول، آتويا الثاني وهو آتي. يامي يا يحلف يصير يامويا، الألف هذه تتحول إلى ياء عليها فتحة طويلة، يامويا، والميم تأخذ الضمة المفتوحة، نفس الشيء آتويا يامويا. حالف. يابي يغبزو يابويا خابز. ياعي ينبت ياعويا نابت. اوكي. فعل الأخير، الشكل النوع الأخير من المعتل الوسط والأخير. خاي يعيش، خايو يعيش. لا يرثى، لا يويا، لا يويا. جاء يبتهج، جايويا. ايوه. اوكي، هذا الشكل. اما الشكل الثالث لاسم الفاعل يتم عن طريق تسكين حرف الثاني وإعطاء سقافة للحرف الأخير، سقافة يعني فتحة طويلة الحرف الأخير، وإضافة نون مسقوفة، نون ذات فتحة طويلة، وختمه بألف الختام. يعني من بارش يصير بارشانا. تبقى كما هي، نسكن الثانية، الحرف الثاني ناخذ منها الزلامة كسرتها، يصير بار. بعدين الشين الحرف الأخير نعطيه فتحة طويلة شا، ونزيد عليه نون ذات فتحة طويلة، فيصير بارشانا، بارش بارشانا. هذا الشكل الثالث لاسم الفاعل. باراشا، باروشا، بارشانا. وأنا كاتبهم ثلاثتهم في الجداول اللي حطها في الفصل الثاني عشر. كاتبهم كلها كل الأفعال مع كل الأسماء. ممتاز. أيوة، فيكون هذا يعني يساعد كثير للي يريد أنه يراقب. بارش، بارشانا. إذا صار لنا ثلاث أنواع: بارش، باراشا، باروشا، بارشانا، ثلاث أسماء. معناه فارس، أيضا فارس، فاروس أو فرزان أو فراز بالعربي. أيضا بالعربي مثل ما قلنا عنده أشكال مختلفة، صيغ مختلفة. أيضا الثاني داوق، نفس الفعل داوق يمسكه، يصير في الحالة دوقانا، دوقانا، بارشانا، دوقانا. أيوة. صار ثلاثة، إذا ثلاثتهم نذكرهم نقول أول داواقة، داوقة، دوقانا. من كاتب، كاتو، كاتو، يكتب كتوانا، كتوانا. فثلاثتهم يقول كاتاوى، كاتوى، كتوانا. ثلاث أشكال اسم الفعل. أبونا السؤال، هذول اسم الفعل، هذول القاموس بذكرهم أم لا؟ لا. قاموس يذكر الجذر، قلت لك هي جذر يذكر، حتى بالعربي وما يذكر المشتقات تاعونها؟ ما أظن، لا ما أظن. بس لسان العرب يذكر المشتقات تاعونها. انت شوف قاموس ما اشوف هاي امامي. استغرب انه ما يذكر اسم الفاعل واسم المفعول، لانه انا اشوف القواميس على الانترنت يذكر المشتقات تاعونها. شوفها، لانه هي مشكله، لانه انا بدي اقعد ابحث في القاموس الكلمه هاي مش عارف اجدها. شوف، قسم من الافعال ذاكر اسم الفعل فقط. مثلا يقول لك قاش، هذا قياشة، اسم الفعل قياشة، من قاش، قاش يعني يجس. ايوه. جسة، قياشة يعني جسن، جسن. ايوه. فعندنا قسم منها كاتب مثلا قزر، اللي معناه يقطع ويختن، وايضا يقزر او يقطع او يقرر. حتى قزر، قزارة اسمه فعل هذا. قزرة، قزرة هو
اسم مو اسم الفعل، اسم عادي. ايوه اجزار ده يذكر اسم الفعل في بعض الافعال فقط، مو جميع المشتقات. مو جميع المشتقات. يعني هذا اللي يساعد اللي عايز يبحث في القاموس معنى هاي الكلمة مش هيجدها. ايوه لا طبعا قواميس هيك يعني كله، يعني ما نقدر نشوف هاي بالقواعد، هذا شغل القواعد انه يعلمنا كيف نشتق وهذه شو هي مشتقات الفعل. غريبة. يعني كل القواميس هيك تقريبا، حتى القواميس يعني ما يذكر لا المشتقات ولا التصاريف، لأنه إذا في الحال لازم يذكر التصاريف كلها، فهذه يراد كل فعل صفحة واحدة. طبعا لا، القاموس الفرنسي عامة يذكر المشتقات أبونا. ما أظن. القاموس المحترم لاروس يذكر المشتقات. خلي أشوف لك القاموس تاع توما أودو، هذا اللي هو سرياني. أيوة شوف. تذكر هذا قديم، هو ذاكر واحد ينسى يعني ما يركز على هالأمور هذه. عندك هذا هيك يذكر، شفت لأنه يعني يسمي يعني سرياني هو مثلا دخ، فدخ ندخ المدخ ملثة دبقته، يعني يقول هو فعل لازم ومتعدي. ندخ هو المضارع تاعه. المدخ هو لكن ما يذكر هو دخيخة، لا ما يذكر، حتى ما يذكر المشتقات. غريب. وهذا قاموس كبير كلش كبير. شوف ما أعرف إذا تشوفه. لا ما شايفها هلا شايفها. شايفها كبير كلش. ايوه شايفها في الخانة. كبير كلش كبير وثقيل. ايوه هذا عمله معمول قبل يعني سنة 1885. ايوه 1885 1890 يعني في نهاية القرن التاسع عشر، نهايته. ايوه ابونا انت ذكرت لي كتاب الحلقة السابقة انه في الاناجيل هذول بالعربي وبالفرنسي تم تحقيقه. ايوه هذا انجيل هذه شو نسميه سينوبتيك هذا. ايوه ابعث لي عنوانه ابونا. اوكي ابعث لي اكتبها عندك مشان لا تنساني. لاني عايز ابعث لاستاذ ابونا فلان هذاك، وبعدين قد يفيدني انا، لانه لاني بدي اشوف امتى تم الترجمه العربيه. عنوان يمكن بالجيل السادس سابع ثامن، ما ومكتوب بالشبيه، يعني مكتوب المقدمة هذه، لأنه عنده مقدمة طويلة عن دياتيسيرون لتيتيانوس. ايوه قلت لي واحد كان فرنسي عربي مش هيك؟ انا اللي عندي هذول هو قبل 40 سنة. هذا كان عاملين فرنسي وعربي، يعني مسوي واحد يمكن فرنسي مسوي عليه دراسة على النسخة العربية. هذاك يهمني. لأن في بالقبطي، في يعني أجزاء منه شايفين بالقبطي، حتى بالسينا مكتوب حلوان ملوان، ما عارف شايفين من عنده، وفي سوريا، وفي يونان، وفي مناطق مختلفة.
فأنا قلت لك بس نحن كنيستنا كنيسة المشرق كانت تستعملوا هذا كان الإنجيل المستعمل بالكنيسة، يقرؤون بهذا يعني إلى الجيل السادس، بعدين تحولوا إلى هذه الأناجيل المفصلة. أيوة. انت شفت انا بعثت لك البشطه ب3 مجلدات في الانترنت. شكرا نزلتها عندي بعد ما فتحتها بس. وغريب انا كمان شفت البشطه ابونا ترجمه انجليزيه لكن مش بالاحرف السريانيه ولكن بالاحرف الاراميه. كيف يعني بدل ما يكتب بالسترونجيلو كتب بالاحرف اللي بيستعملوها اليهود اليوم العبري. يعني هو يعني بس مو باللغه العبريه، لا سرياني. عجيب كيف سرياني بس كتبها كانه يعني كانه قرأ كانه كتبها وفقا لللفظ. شيء غريب. لهيك شوفه هو العهد الجديد هو يعني ما بين الأسطر أبونا. يعني كل كلمة وحتى كيف يترجمها للإنجليزي، وبدل ما يكتب سرياني كتب بالعبري بالأحرف العبرية. لكن هو هذه عندنا هاي الأحرف الطباعة. أيوة أيوة. فشوفه شو القصة هاي، ولها مقدمة طويلة عريضة ما عارف ليش هو كتبها بالأحرف العبرية. غريب. ايه شو علاقتها بالأحرف العبرية؟ ما أعرف أنا. ما أدري. هي كان لازم يكتبها بالسترانجيلو هو هذا هو حقه، لأنه ذاك الوقت كان فيه سترانجيلو ثابت يعني صاير. فأنا ما بعرف ليش هو كتب لي إياها بالعبري، بس هو ما كتبها باللغة العبرية، كتبها باللغة السريانية لكن بالأحرف العبرية. الأحرف العبرية قرشوني. قرشوني. فهو ربما أبونا يعني أنا مش عارف هل هو الخط القرشوني هو اللي استعمل للبشطة الأولى أم بالأحرف العبرية؟ لا يعني شوف هل عملية كتابة لغة بأحرف لغة أخرى مهما كانت اللغات هاي نسميها قرشوني. أيوة يعني حتى لو نكتب الإنجليزي بالحروف العربية نسميها قرشوني. أيوة. فهاي عملية قرشوني. ولكن طبعا بالنسبة لنا نحن دائما نقول لغتنا إذا كتبنا مثلا اللغات الأخرى بأحرفنا نحن نسميها طبعا قرشوني. هذه كتبناها بقرشوني يعني كتبنا اللغات الأخرى بأحرفنا. أيوة. لا أنا حبيت فقط اللي أعرفها هل البشطة كتبت أصلا بالأحرف السترونجيلو ولا بالأحرف؟ أكيد سترونجيلو، ولا كيف كانوا يقروها جماعتنا؟ مو يهود كانوا ما يعرفوا، كان ما أعرف. تعرف ليش أحكي هيك؟ لأنه اليهود الخط تاعهم هو الخط الأرامي، الكتابة تاعتهم هم الأحرف هذول أخذوها من الأرامية. وشفت انت في هذا الفيديو اللي بعثتك هو هذا البروفيسور اليهودي يقول انه هذه كتاب آشوري يسميه هو. انا مش بعثت لك ابونا هذا النص تاع هذا الحكيم اللي بذكر شو اسمه هذا حيقار. ايوه حيقار. وبعثت لك نص صفحة منه. نعم. وجدوها في مصر باللغة السريانية لكن بالأحرف الأرامية يعني العبرية الحالية. هم ما عندهم أحرف، هم يعني قصدي هسه هم اللي يستعملوها، نحن ما نستعملوها ولا أرامي. أيوة ما هو كان باللغة الأرامية بس بالأحرف الأرامية اللي يستعملوه اليهود اليوم بالعبري. لأن نحن اليوم المعروف لما نقول أرامي يعني معناه الشرقي والغربي، هذا السرياني والآشوري اللي عندنا أو الكلداني. بس احنا هيك اليوم هذا متفق عليه. ايوه. اختلطت المسائل المصطلحات هذه. هناك ابونا ايضا قواميس اراميه
عربية أرامية أو فرنسية مثل، لكن بالأحرف العبرية مش بالإسرانجيلو. شيء غريب. لهيك أنا فكرت إنه ربما الإسرانجيلو، الكتابة الإسرانجيلو اللي هلا أنت بتكتبها هاي كتابة متأخرة ربما. ما بعرفش إمتى دخلت هاي الكتابة عندكم. ما أعرف. شوف نحن كم نوع عندنا، يعني الغربي والشرقي. منيح بس يعني حتى شرقي أو غربي، هل هي من القرن الأول الميلادي، الثاني الميلادي، الثالث الميلادي، أم شو؟ ما أعرف. على كل يعني فقط شغل الأركيولوجيين، ما أعرف. أيوة. بس هون جالي يعني تذكرت شيء، هو في هناك قاموس قبل كم سنة، يعني 5 سنين خلصوا من عنده، كان 100 سنة يشتغلون به في شيكاغو. لجنة يعني كثير ناس اشتغلوا فيه. قاموس آشوري يسموه السيريان ديكشنري. كبير، ما أعرف كم مجلد، 10-15 مجلد هو. كل الكلمات هذه الموجودة طبعا من الألواح الطينية الموجودة كانت، وهذه ما أعرف إيش. فشيء مهول، هذا شيء مهول طبعا. أنا أصلا أخاف أتقرب منه، لأنه راح يدوخ الواحد. أيوة. هو متوفر على الانترنت؟ لا اكيد لا. لا، ما اظن. بس خلصوا منذ 100 سنة، اكثر 100 سنة اشتغلوا فيه. اوف يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. ابعث لي عنوانه. شو راح ابعث لك. ارجوك لا تنساني يا ابونا. انا كل مرة اشوف الكتاب بقول انه قد يهمك ابعث لك اياه. شكرا. وابونا انا شفت البشطة اونلاين. ابعث لك الرابط تاعه بشطة اونلاين. بالكنيسة الأرثوذكسية السريانية في سوريا نشرت البشطة اونلاين. انت بوقتها كان بعثت لي هذه، بس انا ما قدرت افتحها، ما فتحت. امبارح بعثت لك اياها. امبارح مع القائمه اللي بعثت لي، شو اسمها؟ لا هذول هناك رابط بعثت لك اياه على الواتساب. ما شايفه، غريب. اوكي. انت تحب ابعث لك اياه دائما على الايميل بدل الواتساب ولا؟ لا اذا واتساب بعد احسن. انا بعثت لك اياه على الواتساب. اوكي، راح اشوف. كل العهد القديم العهد الجديد بوورد. كله. يعني هناك ممكن تقول لي انقل الكلمة هاي مشان الكتاب تاعي انقلها. خلافا للبشطة اللي عاملينها الاباء الدومينيكان، هذيك الصورة ما تقدر تنقلها. نعم صورة هي. اما هناك لا، هناك مكتوبة بالوورد. ايوه كلها العهد القديم والجديد. كبير هذا. موجود. انا بعثت لك الرابط البارح. انا بعثت لك اياه البارح. اقول لك ثانية واحدة خليك، لان هذا مهم. قلت لك الكتاب المقدس بالسريانية، بعثت لك اياه البارح. بعثت لك اياه البارح. هذول الكنيسة الأرثوذكسية اللي نشرتها السريانية، وناشرين عدد من الكتب، وهذول شوفها قد يفيدك. أنا احتفظت بالرابط عندي مشان قد أستعمله، مشان أتحقق من بعض الكلمات ومثل هيك. فهمت علي؟ وهناك تجد المزامير بالوورد أبونا. مش أنت مش تعمل المزامير؟ كيف تعملها المزامير؟ نعم أنا عندي مزامير بالوورد، هي بالوورد هذه. أيوة. هي بالوورد هاي. بس هذا كل العهد القديم وكل العهد الجديد بالوورد. يلا خلينا نكمل. خلينا نكمل. المهم يعني أنا ما فتح هذا. أوكي، فنكمل. دائرة دراسات السريانية.
أيوة هاي هي. امبارح أخذت 2 3 أبحث عن المصادر السريانية في الإنترنت، هيك بعت وحملته بالأحرف الغربية. هذا لا، الشرقية يا أبونا. أنا اللي شفتها هي الشرقية يا أبونا. أنا اللي أشوف لك هذه غربية. هذه غربية. أيوة، بالأحرف الغربية. ثانية واحدة، أنا عندي إياه هنا، هاي عندي إياه هنا، أنا عندي إياه هنا، أنا فتحته هنا. غريب. ثانية واحدة أهو قاعد بيفتح. صحيح، الغربية. الغربية صح. عجيب. صح. بس أنا عندي كمان واحد أبونا سرياني شرقي. وجدت هذه الأحرف الغربية ما كان موجودة ذاك الوقت، الجيل السابع صارت هاي الأحرف الغربية. أيوة. على كل أنا أظن شفت شغلة مثل هيك. ترانسكريبشن. أيوة ترانسكريبشن. على كل أيوة. أنت تشوفها بعدين. أنت تشوفها بعدين. يلا بعدين أقارنها مع هذا اللي عندي. شوف. أيوة شوف. على كل نكمل. يلا. نعم كمل. هسه نجي من معتل الوسط. قلنا معتل الأخير، المعتل الأول والوسط، هذا يا أر يا أورا. أيوة. بعدين أخذنا أيضا الأخير من معتل الوسط والأخير، تكلمنا عنها انتهينا منه. أيوة. نجي هلا على الجذر الرباعي. أيوة. الجذر الرباعي كان جذر الثلاثي. أيوة. نشتق الاسم الفاعل. قلنا له 3 أشكال. اسم الفاعل في الثلاثي. أيوة. في الرباعي عنده شكل واحد. أيوة. جذر رباعي. هناك شكل واحد من اسم الفاعل للجذر الرباعي، ويكون كالآتي. أيوة. من الرباعي السالم يكون مثلا همزم، هذا سالم ما بينه أي حرف علة. همزم يتكلم، يكون همزمانا. همزمانا. أيوة متكلم. مشبر يجامل. مشبرانا مجامل. يجامل هو مجامل. أيوة مجامل. وكرمش يذبل. كرمشانا مذبل. احنا ابونا يقول عندنا ذابل، هو يكون بالعربي ذابل. ايوه ذابل جمت حرفيا بس لازم ترجمة معنوية. ذابل. ايوه. ولو ما يتوالم مع شكل، ولكن هو معناه ذابل. ايوه يذبل ذابل. ايوه ذابل. بعدين عندنا قرمل يتمرغ. يتمرغ. قرملانا متمرغ. هذا صح، متمرغ. يتمرغ تمرغا فهو متمرغ. ايوه قرملانا. قرملانا هذا سالم. الأفعال السالمة. أما الرباعي المعتل بكل أنواعه المعتل فيكون هيك. من المعتل الأول عندنا هالأمثلة: يهول يعطي. يعني يهول يعطي. أيوة يهول معطي. فيو آلهة مثلا عندنا اسم نحن قديم يو آلهة، يعني الله عطى أو عطى الله بالعربي. عطى الله. يهولان. أيوة يهولانا معطي. يهولانا هذا يعطي. أما يهب فذاك ثلاثي. ياهو فصير يهوى. فيهوى هذا اسم يهوى حقيقة. أنا كثير عمل عليه في قسم من الطبعات أو النسخ القديمة هذه. يهوى هو مو يهوى، يهوى. فيهوى معناه المعطي الذي يعطي الحياة. هو. أنا أظن هذا أكثر ديرهم من المعنى الآخر. إلى اليوم نحن درسناه حتى باللاهوت أنه يهوى يهوى معناه هو الذي هو الذي هو.
بس هو يعني شوف بالسرياني القديم يعطي معناه المعطي الواهب. يهب الحياة، يهب الوجود، هذا معناه يا هو على كل. والبكون الله يعين، الله شوف ما أعرف والله يا هولانا يا هولانا يقرن يثقل يقرن يثقل. يمكن جاء بالقرآن قرن في قرن بس مش بهذا المعنى. ربط قرن وقر. ايوه وقر. ايوه هلا جتني كلمه وقرن في بيوتكن. يعني وبكينا في بيوتكن. ايش بس وقر. ايوه وقر. ايوه جت وقر جاء معناه. ايوه جت عدة مرات. يعني ثقل. في أذنه وقر. أي في عيني. أيوة. فهذا يقرن يعني يثقل يقرن. ويصير الاسم الفاعل يقرنان. اسم الفعل هو يقرونه، واسم المرة هو يقرنت يقرنان. أيوة. واسم المفعول يكون يقرن. أيوة راح نجي عليه. المهم يقرن يثقل. اسم فاعله هو رباعي هذا لأنه 1 2 3 4 حروف. يقرنان مثقل. مثقل. ايوه شفت لما احط هذه الحركات العربي احطها مليح، بعد ما اغلق هذه ارجع افتحه اشوف تحول هيك صار. غريب الامر. ليش؟ يعني حاولت كل المحاولات ما اعرف، ومكانات ما يصير هيك. ليش؟ ما اعرف، هذا سر ما اعرف. طيب انا عندي نقطه. حطه مش بالشكل برويون هذا ولكن بيج، ربما برجع اصله. لا هو حتى بالبيج هيك، حتى بالهذا، حتى بهناك. يعني انا ما استعمل هذا البرويون، استعمل اخر دائما. مثلا اخلص اليوم كتبته هذه وحفظته وصار كل ما وغلقت هذه، يوم الثاني اجي من افتحه اشوف متحوله هيك فقط، الذي عليها حركات. مثلا شوف هذا ما صار معي، يتاخر بقى مثل ما هو. انت شو أبونا شو بتستعمل؟ الخط، أي خط بتستعمل؟ أنا بالعربي استعمل شو نيو تايمز. أيوة أنا استعمل. أنا عمره ما يصير معي هيك. أنا عمره ما يصير. أنا دائما هيك، هذا ما أعرف ليش. المهم فهيك، فيقرن يثقل فمثقل. أرقل يتأخر، أرقلان متأخر اسم الفاعل. أرمل يتأرمل، أرملان متأرمل. كيف يعني أرمل؟ يعني يصبح أرمل؟ يتأرمل يعني يصبح أرمل. كأرمل يعني صار أرمل. غريب هذا الأمر. لا أرمل. احنا نقول ترمل. ترمل. أنا خطأ كده. ترمل. أوكي. يترمل مترمل. نعم. اوكي. المضارع يترمل. ايوه مترمل. ايوه ترمل. ايوه مترمل بالضبط. ايوه انا جايب لي هذا بالعربي شويه، بعدين ندخل في هذه. اللي كتب عاشوري. بالضبط. من معتل الثاني نجي على المعتل الثاني، ناخذ الثاني هو من حروف العله ونيا. طيم طاء يا ميم نون. طيم يعني يغلى، يصير غالي. يغلى. ايوه يغلى. يغلى. طيم النانا مغلي، يعني يصير يغلي الشيء. يغليه وهو مغل. طيب غريب عقل.
إيه أكل إيه يغلي. أيوة يغلي. هسه بعد شوية بس نروح هذه لو عمل شيء آخر شو يرجع مثل قبل يصير يغلي لازم يغلي يصير مغلي. أيوة. أوكي طيب النانة. هيمن يؤمن هيمن تصير هيمنانة مؤمن. أيوة لأنه بالقرآن جت فعل ومهيمن عليه. إيه. بالقرآن. إيه. بمعنى يؤمن أو مؤمن. ما هنا هيمنة بالعربي تعني عادة مسيطر عليه. أيوة. بس هو على كل هنا هي هذا الفعل جاء بس أجيب لك إياه خليك معي. هيمنة أفرجيك شو العبارة لأن هي لها علاقة أظن بالهذا بأصحابنا هذول. هيمن بالسرياني مو معنى سيطرة إنما آمنة. أيوة بس هم ما فهموها مسيطر. هم لم تفهم مسيطر. هنا المشكلة تأتي. هم قالوا يعني مؤكدا له مش مهيمن يعني تقريبا مؤمنا به يعني مؤمن. أيوة بهذا المعنى. فلهيك أنا أقول لك أيوة هنا يعني هم قالوا كيف يعني يعني يسيطر عليه. معقول إنه القرآن يسيطر على الكتب الأخرى؟ الطبري ما فهمها بهيمنة ولكن مؤكدا له مهيمنا بما بين يديه. أيوة هي الفعل هيمة الجذر تاعه. أيوة هلا شو لا مش هذا الفعل. إذن هامة هل هو هامة هيمة هومة لا هيمة هيمة هنا هيمة لا شو مهيمن لا هي بعرف شو أصل الفعل هلا راحت على بالي. يا أبوي على كل نكمل أبونا كمل وأنا أبحث وأنا أبحث بنفس الوقت. تيجي بعدين شوف تيجي اكتبها عندك شوف مرات. أيوة مهيمن عليك وتتذكر مهيمن. أيوة مهيمن. هيمن يؤمن هيمنانا مؤمن. هيمانوتا إيمان هيمانوتا. شوف هذا وأنزلنا إليك الكتاب والحق مصدقا لبين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. شو مهيمن عليه؟ وفي آية أخرى تقول الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أيوة. فما تدريش هل هي عبرية هل هي سريانية أشورية أم هي عربية. أيوة. والمفسرين يعني ما أعطوا المعنى اللي أنا كنت أتوقعه. مهيمن هنا جت مرتين فقط المرتين هدول هيمنة. ويش الأصل تاعه ويش همنة. الجذر تاعه هو همنة. عندهم همنة وهمنة هذه جت مرتين فقط. شوف كيف القرب للكلمات همنة. من وين جت همنة؟ إنه مو همنة. أشوف لك إياها همنة هنا همنة جاء فقط مرتين أبونا. شوف الترجمة جوارديان حارس له يعني مش مهيمن. ترجموها هيك بس صاحبنا ابن الحلال أنا ذكرت كيف فهمها الطبري ما فهمها بهذا المعنى. أنا ذاكر هلا بعقلي لكن الطبري
الطبري فهمها أكل أهو. منيح إنك جبت لي هون، لأن هي نفس الكلمة مهيمن. أيوة. وكان عندي ملاحظة إنه هاي بالسرياني معناته مؤمن. كان عندي ملاحظة على النسخة. حتى يعني بالقديم هو هيمن. أيوة. وإيمانا آمن. أيوة. إيمانا آمن أيقن صدق وثق ركن. شفت ركن أيضا اعتمد على ائتمن وكل أمن سلم. في معاني كثيرة. يلا خلينا نكمل. هاي المشكلة. هيمن. أيوة. هيمنانا. يؤمن مؤمن. جيزر يتصلب، يعني جيزر يتصلب. غريبة هل شفت يتصلب. جيزران متصلب، فهو متصلب. جيزران. أيون. أبونا سؤال. أيوة. هل الخيزراني من هذا الفعل لبامبو؟ خيزراني. ما أعرف، شوف بس جيزر لأنه هي صلبة هيك ربما. جائز لأنه صلبة، صح، لأنه هي صلبة. شوف جوان. في أبونا قاموس منا أونلاين، تكتب الكلمة ويعطيك المعنى حالا. أنا هذا أسرع لي هون قدامي، هو حالا طلع. ذاك راح لازم أروح هذه يسد هل أجيب هذه كلها أفتحها وبعدين كلها تخربط عندي. أكيد. أنت عندك مشكلة كلافييه. لا. جيزر جيدة جيز. هو شوف الجزر جاية من هون. جيزارة نسمي الجزر. الجزر جيزر جيزارة لأنه يقوي. أيوة بالضبط. أيوة لا يجي هذه مع الخيزران ما أظن عندوش. على كلنا أنت عطيني تشوف عربي سرياني، عربي أشوري، كيف يترجم خيزراني. على كلنا خيزران. لأنه هذا الخيزران قتلني في البستان تاعي، قتلني. مش عارف أقلعه. مش عارف أقلعه. هذا يمشي جذوره تمشي بالأرض هذه. أيوة يملك كل الأرض. بدك تقلعها خيزراني. عندنا ما ينبت لأنه برضه بالشتاء هذا يموت. يا ريت يموت. هلا صارت 10 درجات تحت الصفر امبارح المساء. أول بس لازم يعني مو يوم واحد يومين، إنما عدة أيام. أيام لازم تكون ولا. صدروا لنا شوي من الجو تاعكم لمدة 10 أيام مشان يموت. أنا كنت خايف على الأشجار تاعون الزيتون يموت. ولو عندنا إحنا هالسنة ما في، يعني ما نزل إلا أيام قليلة نزلت إلى 10 لكن قبل -10 كانت اعتيادية طول الشتاء 3 أشهر. تصل إلى -25 كان. أيوة قبل هاي لمن قبل 10 15 سنة 20 سنة. تغير الجو، تغير بصورة فظيعة. خيزران ما في خيزران أو حيزران. هو خيزران خلافة خمسة طرفة ولوغوس. لا ما في. هو الخيزران خلافة.
اوكي، خلينا نكمل مشان نكمل هذه الجزئيه. نعم. مشان قبل ما ننتقل للحلقه القادمه، لانه صارت ساعه. ايوه. فهذه خلينا نخلص هذه. ايوه. من المعتل الثاني قلنا هذا هو كان، والمعتل الثالث الرباعي يكون اسم الفاعل الشكل الثالث من عنده. ناخذ الكلمه مزيد الذي حرفه الثالث هو ياء من حروف العله. يمزيد يعني يزيد، مو يزداد، يزيد المتعدي منه. مزيدان مزيد، يزيد مزيد، فهو مزيد، أو يزيد بالعامية وهو مزيد. زائد هذا زائد الشغل اللازمة بتاعه، زائد زيادة، هذيك زائد المزيد. أيوة المزيد. نعم، يزيد فهو المزيد. مبين يظهر أو يبان. مبين يظهر. مبينانا. أيوة. هو هذه نزيد عليها نون مفتوحة فتحة طويلة، والحرف الأخير أيضا نعطيه فتحة طويلة، والحرف الوسط يبقى كما هو. أيوة، نزيد يظهر فهو مظهرون. أيوة. نظام القواعد العربي يختلف. هو يكون على وزن فعول، على وزن فاعل، فاعيل، أو مثل هيك. أيوة. أنت غيرت النظام. أنت تقول بنحرك هذا بنحرك هذاك. أيوة. على كل إنه هو يعني هو الفرق هو في أنه يقول مفتوح الفاء ومكسور العين يعني فعل. هو كلها يكون هذا الفعل يقاس على فعل فعول، فعل، فعل، فعلول، فعليل، فعلان. نعم. ولكن فعول وفعليل إذا نجي يقول ليش فعول ليش فعيل، فهو ذاك الوقت راح يشرح نفس الشرح اللي أنا شرحه. لا ولا بيذكرها هيك فقط. بيطلع خفيف هيك على المعدة. انت يلا حلو، بس برضه حلو الواحد يصير هيك. عندنا الفعل الآخر مميل يزرق. مميل يزرق فهو مزرق. مميلان يزرق. أيوة. مزرق. أيوة. مميت يميت. يميت. مميتان مميت. أيوة. عندنا من المعتل الرابع أي الأخير، إذا كان أخيره لأنه هذا رباعي. مكلي، شوف الأخير هو أليف. مكلي يوقف يعني أو يوقف. مكليانا يوقف موقف، فهو موقف. شوف العربي كثير يخلطون بين موقف وموقف فقط. فد بيناتهم فقط الفتحة والكسرة. أيوة. الحرف الثالث. موقف هو اسم الفاعل، موقف هو اسم المفعول. أيوة. من هو موقف؟ كثير أنا شايف من اللي يتكلمون هذه يخربطون بيناتهم. أيوة. صح. موقف موقف أكو. بعدين مشتي يشرب. مشتي يشرب أو يسقي أيضا. مشتيانا مشرب. أيوة. ألدي يخدع. أيوة. ألديانا مخدع أو خادع بالعربي نفس الشيء. مخدع. أيوة. يخدع فهو مخدع، فهو خادع. الفضلية بالأشوري. ألدي. الحرف الأول شو هو؟ عين. ألدي. يعني سمعتها ألدي. لما قلت لك نحن نلفظ العين ما نلفظها قوية هيك من الحنجرة، وإنما ألدي مخففة. نلفظها كهمزة ضخمة مفخمة. همزة مفخمة. أيوة. ألدي. الأستاذنا كان دائما يقول عن هاي الأمر. أيوة. العين والهمزة. أيوة بالضبط. الخلط بين الاثنين. عين والهمزة يعني يخلطوا.
أنا سمعت ألدي. علدي ما بقول واحد علدي. ألديانة. أيوه. مقرئ من قارئ، مقرئ يقرئ، قارئ يقرأ، مقرئ يقرئ. أيوه. المتعادل راح يجي عليه المتعدي واللازم طبعا. الفعل أيوه. بعدين يصير مقريانة، مقريانة، مقرئ. أيوه. أيوة. من المعتل الرابع أي الأخير، هذا كان المعتل الأول والأخير. عندنا فعل واحد يتيم فريد بالمعتل بالرباعي، وهو أردي أليف راء دال أليف، أردي أرديانة، يتخثر مخثر. أيوه. أردي. أما الميمي فنحن قلنا أنه كل جذر ثلاثي أوله مفتوح فتحة قصيرة يكون ثانيه مشدد، فهو يعتبر رباعي بدلا ثلاثي. تمام؟ أيوه. فلذلك له جذر ميمي، نزيد الميم هذه الساكنة في بدايته ونغير الفتحة القصيرة إلى طويلة للحرف الأصلي الأول واللي هو فيها الحالة الثانية هنا. أيوه. فنأخذ مكابش، وأصله كبش لكن يصير مكابش، فميمي لأن يبدأ بالميم. مكابش يجمع. أيوه. يعني شوف إذا قلت كبش كتبتوها بالكاف عليها قصيرة فتحة قصيرة، نفس المعنى بالعربي راح ترجمها يجمع، نفس الشيء. مكابش وكبش هو نفس المعنى، فقط أنه اللفظ يختلف. أيوه. مكبش، مكابش يجمع. مكبشانة يكون مكبشانة، مو كبشانة إنما مكبشانة. فنسكن هذه الثالث، الحرف الثالث. مكبشانة. مجمع يجمع، فهو مجمع. أجمع العلماء، أجمع يجمع، مجمع. مساقل هو من سقل، أصله سقل. مساقل يزين. مسقلانة مزين، يزين سوي زينة. مثقل هو من ثقل. أيوة يزين يعني أيوة ممكن ثقل. أيوة أنا ما أروح على هالموضوع هذا، لأنه الموضوع في كثير من ما أعرف أنه هذا من ثقل كله نعيدها إلى 15 كلمات. اللغة أنا ما تعجبني هالطريقة. أيوه. مساقل يزين. مسقلانة هو أبونا يعني مسقل ومثقل هي ترجع نفس فقط الحرف اللي يختلف. نعم. الثاء مثقل، السين أصبحت ثاء. أيوة مثقل هو طبعا مثقل صح، هو أيضا يثقل مثقل. أيوة مثقل. يختلف عن يزن، أفضل من مثقل. يزن هو نفس الشيء. لا مو يزن، يزين يعني زينة. زينة يزينه. مثقل. زين شيء زين. مثقل يعني يصقل الحجر، مثل ما تقول يصقل الحجر. أو يزينه. مساقل يزين. انتوا تسموه هذا يعني مو فعل يصقل، ميم سين قاف لام. مثقل لا ما في مثقل. نحن يصقل هو غير فعل، هو فعل مشقه. طيب منيح، مو مشكلة. مشقه. مساقل يعني يزين. سقل يعني يجمل بالضبط. يجمل يزين. ايوه مجمل. مسقلانة مزين يزين. زين العمارة، زين الشيء، زين أنا فكرت إنه من وزن. لا يزين وزن هذاك مثقل. تقل.
ايوه. يقرن عندنا ايضا المرادف عنده يقرن، شفناه يقرن هو يثقل يقرن. ايوه 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 ايوه. بعدين مشانه هو اصله شنه، مشانه ينتقل، مشانه فصير مشان يانا منتقل، انتقل ينتقل فهو منتقل. ايوه شنيانة. مياقر، مياقر هاي لها علاقة بالثقل يقول، لكن احنا نستعملها غير بمعنى آخر أكثر معنى معنوي. مياقر يعني يحترم. احنا بالعربي يقول يوقر. يوقر بالضبط، أيوة يوقر أيضا. بيكون أقرب يوقر أقرب للأشوري. بس هي جاي أيضا من يقرأ، يقر يعني ثقل أيضا. يقر مياقر يعني يحترم، يعني ينطي ثقل، ينطي وزن، يحترمه ويعطيه وزنا. مياقر يحترم. ميقران محترم، مو محترم، هنا محترم فاعل مفعول. أيوة. إذا تريد تغير كلمة يحترم بموقر يكون أفضل يوقر، مثل ما تريد، نفس المعنى، نفس المعنى، بس هو أقرب للأشوري. أيوة أقرب للأشوري اللي تريده، أنت اللي تريده. لا تتعب نفسك. يلا. يوقر. أيوة ممكن. أيوة لأنه يكون أقرب يوقر. يعني يشوف القرابة بين الكلمتين. نعم يوقر. أيوة، لأنه بتصير القاف والراء هي نفسها. نعم. يوقر. فهو موقر. أيوة، واو قاف راء. موقر. أيوة أفهم. موقر. أيوة هذا انتهينا. نقدر هسه نشوف. نوقف دقيقتين. إذا أرجو المشاهدين يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلهم الأشرطة القادمة. لا تنسوا هذا الأمر. أبونا استريح شوية وبنرجع بعد شوية. نعم.